ياهو كان من الممكن إنها تكون الشركة الأعلى قيمة في العالم. كانت في فترة من الفترات الموقع الأكثر زيارة في الإنترنت، قيمتها كانت بتساوي 128 مليار دولار. وفي أواخر التسعينات كان عندهم فرصة إنهم يشتروا جوجل ب1 مليون دولار فقط، ولكنهم رفضوا. أهلا بكم في قصة الصعود والهبوط لياهو، الإمبراطورية الأصلية للإنترنت. تخيل عالم من غير جوجل. انت عايز تبحث على حاجة على الانترنت، ولكن ازاي؟ في التسعينات وقبل وجود محركات البحث، الانترنت كان عبارة عن فوضى غير مرتبة، وده اللي خلى 2 صحاب من الجامعة، جيري وديفيد، انهم يعملوا قائمة بكل المواقع اللي بيحبوها، حاجة كده شبه دليل متقسم لأقسام مختلفة، وبعتوا الدليل ده لأصحابهم، والأصحاب دول بعتوه لأصحابهم، وهكذا. وفي فترة قصيرة الدليل الأونلاين ده كان عليه آلاف الزيارات. ولكن ده ما كانش بيزنس. جيري وديفيد عملوا الدليل ده للراحة، علشان المواقع المفضلة ليهم تكون في مكان واحد، وسموه بكل بساطة مرشد جيري وديفيد لشبكة الانترنت. ولكن في 1994 نيتسكيب أطلقت موقع سموه نافيجيتور، واللي ناس كتير بدأت تستخدمه، ومؤسس الموقع ده حط لينك لدليل جيري وديفيد عنده، وده معناه ان في خلال اشهر بسيطة دليل ديفيد وجيري كان عليه ملايين الزيارات، واللي كان حاجة عظيمة. ولكن كمان معناه ان جيري وديفيد لازم يستثمروا في السيرفرات علشان يقدروا يسيطروا على الزيارات، وكمان محتاجين يعينوا ناس علشان يصنفوا كل المواقع الجديدة اللي الناس بتضيفها في الدليل. وهنا جيري وديفيد شافوا انهم ما قدامهمش اي حل تاني، علشان يستمروا لازم يحولوا الموضوع لبزنس. اول قرار انهم محتاجين اسم كويس للبزنس، ففتحوا القاموس علشان يدوروا على كلمات مناسبة وحلوة في نفس الوقت يستخدموها، فلقوا قدامهم كلمة ياهو، واللي معناه شخص غبي. فلقوا ان الاسم ممتع ورايح في الاتجاه اللي هم عايزينه، وبكده تم اختيار الاسم. وكلمة ياهو اختصار ليت another hierarchical officious oracle. والحقيقة ان اسم ياهو جه الاول، وبعدين هم اخترعوا الكلمات الكتيرة دي. الخطوة الجاية ان جيري وديفيد بدأوا يدوروا على طريقة يكسبوا منها فلوس من الدليل بتاعهم، وما كانش صعب انهم يعملوا كده. ياهو بقى هو نقطة دخول الانترنت لمعظم الناس. في التوقيت ده الانترنت كان ملخبط جدا، وياهو كان هو اكتر حاجة بتساعد الناس انهم يلاقوا المواقع بسهولة. وبسبب انهم كان عندهم زيارات كتير، فكان في شركات كتير عندها استعداد انها تدفع ليهم مقابل عرض اعلاناتهم على ياهو. وهنا فريق ياهو اتضح له حاجة مهمة جدا، بما انهم بيقدروا يشوفوا الداتا بتاعة الزيارات واكتر حاجة الناس بتزورها، فهم كانوا في موضوع كويس جدا انهم يبنوا منتجات وخدمات الناس عايزاها. فبدل من انهم يدوا للناس لينكات لخدمات تانية، هم هيبنوا خدماتهم بنفسهم، وبكده هيقدروا يحصلوا على زيارات اكتر ومال اكتر من المعلنين. كمثال، لاحظوا ان الناس بتزور غرف المحادثة كتير، فقرروا انهم يبنوا غرف للمحادثة ليهم، وبعدها بدأوا بإطلاق خدماتهم في اللعب والتسويق ومشاركة الملفات والرياضة والماليات وحاجات تانية كتير. وده لأنهم كانوا شايفين إن دي الحاجات اللي الناس كانت بتضغط عليها. وطبعا شركة بتأسيس عادي ما كانش من الممكن إنها تبني كل المنتجات دي وتحافظ عليها، فبدل من التأسيس العادي هم عينوا أكبر قدر من الموظفين وقسموهم لفرق، وكل فريق ليه قائد كان هو المدير بتاعهم. ياهو كانت عبارة عن مجموعة من الشركات الناشئة، كل فريق فيهم ركز على منتج مختلف في الانترنت. وفي سنة 2000 ياهو كان عندهم 400 منتج وخدمة مختلفين. انت ممكن تستخدم الانترنت طول اليوم وما تخرجش برا موقع ياهو. وكنتيجة الخدمة الأصلية بتاعتهم الدليل كان ليها أقل من 20% من زيارات الموقع الكلية، وأكتر من 80% من زيارات ياهو كانت لحاجات تانية طوروها. وبكده ياهو ما عادش مجرد دليل للإنترنت، ولكنه أصبح الإنترنت نفسه. كان هو كل حاجة انت ممكن تحتاجها في مكان واحد. ياهو بدأ في سنة 1994 ب2 صحاب في غرفة السكن بتاعهم، ولكن بعد 6 سنين قيمتها وصلت ل 128 مليار دولار، وكانت أكبر شركة إنترنت في العالم، وواحدة من أسرع الشركات نمواً في التاريخ. ولكن أثناء النمو السريع لياهو
2 طلاب أسسوا شركة ناشئة وراحوا لياهو وعرضوا عليهم إنهم يبيعوا ليهم البيزنس بتاعهم مقابل 1 مليون دولار، واللي ما كانش يعتبر فلوس أصلا لشركة عملاقة زي ياهو. ولكن ياهو رفضوا العرض، ولسوء الحظ الشركة الصغيرة اللي هم رفضوها كانت جوجل، وقرار عدم شرائها غير كل حاجة. لما فقاعة الدوت كوم انفجرت وأسعار أسهم الشركات نزلت، ياهو خدت ضربة كبيرة. المستثمرين خسروا ثقتهم في ياهو، وكبار المعلنين على ياهو يا إما رفضوا الصرف على الإعلانات يا إما فلسوا تماما. وبالرغم من كل ده، ولأن ما كانش فيه مواقع كتير على الإنترنت، ففكرة إن يكون عندك دليل محتاج إنه يتحدث بشكل يدوي ما كانتش فعالة قوي. وكمان جوجل كانوا أنشأوا سيستم أفضل علشان يساعدوا الناس إنها تبحث بشكل أسرع. وهنا ياهو لاحظت إن كتير من مستخدميهم بدأوا يروحوا لجوجل، فكده بعد السنتين بالظبط من رفضهم لعرض شراء جوجل، ياهو راحوا لجوجل علشان يعملوا اتفاقات ترخيص، وده علشان يضيفوا محرك البحث جوجل في موقع ياهو. وبكده الناس هتروح الأول لياهو بدل ما تروح لجوجل. وعلى المدى القصير دي كانت فكرة كويسة، ولكن على المدى الطويل ده كان كارثة. مستخدمين ياهو حبوا محرك بحث جوجل جدا، وفكرة انه كان موجود على موقع ياهو فده ادى لجوجل اعلانات مجانية. مش بس كده، ولكن جوجل كمان اضافوا اعلانات في نتائج البحث بتاعتهم باستخدام خوارزميات ذكية توفق بين البحث والنتائج. وهنا اعلانات جوجل كانت اقرب للمستخدمين وتكلفتها افضل للمعلنين واكتر ربحية لجوجل. جوجل استخدمت الارباح دي علشان تعمل اتفاقات مع شركات تانية كبيرة في الانترنت، زي انهم يكونوا الصفحة الرئيسية لفايرفوكس. وفجأة جوجل بقت في مكان مميز وقوي جدا. اعلانات البحث بتاعتهم كانت مربحة جدا، وكل ما كانوا بيصرفوا فلوس على الترويج لهم كل ما كانوا بيعملوا ارباح اكتر من اعلانات البحث، وبكده بقى عندهم فلوس اكتر يصرفوها. وبالمقارنة اعلانات ياهو كانت اقل فاعلية واقل ربح، وربحهم العام كان اقل بكتير، والمعلنين بدأوا يتجهوا لجوجل بدل ياهو. وده بعد شوية سنين من رفض ياهو لفرصة شراء جوجل. ودلوقتي جوجل بيسرق مستخدمين ياهو والمعلنين بسرعة كبيرة جدا. ياهو عرفوا انهم لازم يعملوا حاجة كبيرة، فراحوا لجوجل وسألوهم التكلفة هتكون كام دلوقتي للاستحواذ على جوجل. فجوجل قالوا عايزين 1 مليار دولار، وفي النهاية ياهو وافقوا. ولكن بعدها جوجل رفعوا السعر ل3 مليار دولار، وبعدها 5 مليار دولار. فكده الاتفاق ما كانش هيتم اصلا. وبعدها ياهو شالوا جوجل من موقعهم وبنوا محرك البحث الخاص بيهم علشان ينافسوا بشكل مباشر. ولكن اتضح ان ياهو اصلا خسرت حرب البحث، ودليل ياهو فايدته كانت بتقل يوم عن يوم. وعلشان ياهو يحافظوا على سيطرتهم وجهوا كل تركيزهم لخدماتهم التانية. وفرصة كبيرة لياهو علشان ينفذوا الاتجاه ده جات لهم في سنة 2006. الرئيس التنفيذي لياهو قعد في ميتنج مع مؤسس فيسبوك مارك زكربيرج، وكان في اتفاق ان ياهو هيشتروا فيسبوك مقابل 1 مليار دولار. ولكن مارك ما كانش عايز الاتفاق ده اصلا، ولكن مجلس الادارة عنده قال له اذا ياهو عرضوا عليك 1 مليار دولار لازم تقبل بالعرض. ولكن في اخر دقيقة ياهو قللوا السعر وعرضوا 850 مليون دولار. التفاوض ده ما كانش في صالحهم. مارك ساب الميتنج وهو حاسس بالانبساط، لان المجلس قال له لو عرضوا عليك مليار وافق، ولكنهم عرضوا اقل من كده، فهو رفض عرض ياهو وكمل في إدارة فيسبوك كشركة مستقلة. للمرة التانية علشان ياهو يوفروا شوية ملايين خسروا فرصة امتلاك شركة النهاردة قيمتها تساوي 1.8 تريليون دولار. الفكرة بقى ان ياهو اصلا عملوا مئات الاستحواذات والدمج، منها الاستحواذ على موقع broadcast.com مقابل 5.7 مليار دولار. ولكنهم رفضوا فيسبوك وجوجل، وكمان فاتتهم عروض لإيباي ويوتيوب. تخيل بس العالم قد ايه كان هيبقى مختلف لو ياهو اشترت الشركات دي.
كان ممكن تكون بتتفرج على قصة وكتاب على ياهو فيديو بدل من اليوتيوب. ولكن استنى، من السهل علينا اننا نشوف الاخطاء دي لما نشوف وضع الشركات دي حاليا. ولكن في توقيت العروض دي الشركات دي كانت لسه صغيرة، حتى لو الاتفاقات دي كانت تمت فما كانش فيه ضمان ان الشركات دي هتكون بنفس النجاح، لان سبب رفض ياهو ما كانش المنافسة الخارجية ولكن الفوضى الكبيرة الحاصلة داخليا. في موظف في ياهو كتب قائمة بكل المشاكل اللي ياهو كانت محتاجة تحلها. القائمة دي اتسمت بعد كده ببينا باتر مانيفستو. استخدموا مصطلح زبدة الفول السوداني علشان يعبروا عن ازاي ياهو بيستخدموا مواردهم بطريقة قليلة جدا على أماكن كتير، وياهو بتحاول تركز على كل حاجة، فبالتالي في الأساس مش بيركزوا على حاجة أصلا. وأكتر مثال يوضح ده إن كان في ميتنج لموظفين الشركة، اتطلب منهم إنهم يكتبوا أول كلمة تيجي في بالهم لما يسمعوا اسم شركة معينة. لما سمعوا جوجل كل الناس كتبت بحث، بيبال كتبوا الدفع، اي باي كتبوا البيع. ولكن لما تسألوا عن ياهو كل واحد قال إجابة مختلفة. محدش جوه الشركة كان عارف ايه هي ياهو ولا حتى بتعمل ايه. المقال برضو قال ان ياهو كان فيها ناس كتير بمهام متداخلة. كمثال ياهو استحوذت على خدمة صور اسمها فليكر، وفي نفس الوقت كان عندهم فريق منفصل شغال على خدمة تانية اسمها ياهو فوتوز، واللي بتعمل نفس اللي فليكر بيعمله. ببساطة فكرة معاملة الشركة نفسها كمجموعة من الشركات الناشئة دعم الشركة في بداياتها ونموها، ولكن دلوقتي بيوصل الشركة للفوضى. ياهو كان عندها فرق كتير شغالين في حاجات منفصلة بدل من انها تكون شركة واحدة بفرق متحدة ورؤية واضحة. المنتجات والخدمات المختلفة كانت بتستخدم أنظمة مختلفة، كان عندهم تصميمات وألوان مختلفة، ومعظمهم ما كانوش أصلا بيتداخلوا مع بعض بشكل صحيح. وبالرغم من الفوضى الكبيرة دي في ياهو، في سنة 2008 اترمى لهم حبل نجاة. مايكروسوفت عرضت انها تشتريهم بحوالي 44 مليار دولار. مايكروسوفت حست انهم لازم يتحدوا والا جوجل هتكون قوية جدا، ولكن ياهو رفضوا عرض مايكروسوفت وقالوا ان مايكروسوفت قللت من قيمتهم، ولكن بعد شوية شهور هيندموا على القرار ده لان سعر اسهمهم نزل اكتر وقيمة الشركة نزلت ل 14 مليار دولار، أقل من تلت المبلغ اللي مايكروسوفت عرضته. واحد من الأسباب الرئيسية للي حصل ده كان قلة التوجيه عندهم والمديرين اللي كانوا بيتغيروا كتير. في 2007 تيري سيمل كان الCEO، ومن 2007 ل 2009 جيري يانج المؤسس أخذ دور الCEO، ومن 2009 ل 2011 كارول بارتيز، وبعدها سكوت تومسون قعد 6 شهور فقط في 2012، وبعده ماريسا ماير دخلت في صيف 2012. دول 5 CEO في حوالي 6 سنين. ما كانوش عارفين يتفقوا على مين اللي المفروض يدير ياهو، وكل ما المدير الجديد ما يحققش نتائج سريعة يغيروه بواحد تاني، وده خلق فوضى اكتر. اتقال كمان انهم غيروا الميشن ستيتمنت بتاعتهم اكتر من 24 مرة، وده بيوضح ان حتى ادارة الشركة ما كانش عندها لا خطة ولا رؤية لياهو. كل الاضطرابات دي كان معناها ان ياهو كانوا مترددين جدا، وعلشان كده كانوا بطيئين جدا في التكيف مع انترنت الموبايل. تطبيقات ياهو للتليفونات كانت أي كلام بالمقارنة بالمنافسين، وده معناه إن أشهر خدمة عندهم اللي هي ياهو ميل بدأت تخسر مستخدمين، لأن الناس بدأت تستخدم تطبيقات الميل بدل من موقع ياهو. واللي عجزهم كمان أكتر إن ياهو استخدموا نظام داخلي للتصويت للموظفين، واللي فيه المديرين كانوا بيصوتوا على قيمة الموظفين، هل الموظف بيحقق أهدافه ولا لأ. فلو حتى الفريق كله كان كويس ففي بعض الأفراد نتيجتهم هتكون سيئة. الفكرة إنهم بيخلصوا من الموظفين الأقل كفاءة ويساعدوا ياهو إنهم يكونوا أكتر كفاءة، ولكن على أرض الواقع ده خلى الموظفين حاسين إنهم بيتنافسوا ضد بعض، وده خلق ثقافة جديدة فيها الناس بتخون بعضهم بدل من إنهم يتعاونوا مع بعض. ولكن السبب الأكبر لنزول ياهو كان بسيط جدا. لما ياهو انطلقت في البداية كانوا جايين يحلوا مشكلة، هم خلوا المراحل الأولى للإنترنت أسهل في الاستخدام، ولكن أول ما محركات البحث اتوجدت ده أنهى الاحتياج للدليل بتاعهم.
هنا ياهو بدأوا في مرحلة التوهان وفقدوا هدفهم وغايتهم. ياهو عملوا حاجات كتير بشكل عادي، ولكنهم ما كانوش الأفضل في أي حاجة. كل خدماتهم ومنتجاتهم تم هزيمتها ببديل أفضل. ياهو شوبينج هزمتها أمازون، ياهو ماسنجر اتهزمت من واتساب، ياهو ميل هزمها جيميل، ياهو أنسرز هزمتها كورة. كل الشركات التانية دي ركزت انها تكون الافضل في حاجة واحدة بس قبل ما يتوسعوا لمناطق جديدة، في حين ان ياهو ما عادش عندها هوية واضحة. في نقطة ما ياهو فعلا كانت ملك الانترنت، ولكن بسبب مجموعة من القرارات الخاطئة والتردد والمنتجات العادية والمنافسة القوية والقيادة الضعيفة هم خسروا كل حاجة. في 2017 فيرايزن اشترت ياهو مقابل 4.5 مليار دولار، وده أقل من عشر المبلغ اللي مايكروسوفت عرضته. ولكن فيرايزن ما قدرتش انها تحيي ياهو، فباعوها تاني في 2021. طبعا ياهو لسه بتعمل فلوس لحد النهاردة من منتجات زي ياهو ميل، وده بسبب ان الاشخاص دول عملوا الايميل بتاعهم على ياهو من سنين وما جربوش مكان تاني. من غير ابتكارات جذرية فياهو بنسبة كبيرة هتختفي تماما. وده بيطرح سؤال: مين اللي هيكون هو امبراطورية الانترنت الجاية؟ الإجابة ممكن تكون بايت دانس، الشركة الصينية المالكة لتيك توك، وممكن يكونوا من أكبر التهديدات لشركة جوجل. اضغط هنا واعرف ليه. شكرا لكم على المشاهدة، تنسوش تشرفوني باشتراككم في القناة واعملوا لايك على الفيديو، وأراكم قريبا.